السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدرس التاسع، مايكروسوفت أوفيس 2007 الإكسل. بالنسبة لمتتبعي هذه القناة، قد شاهدتم الدرس الثامن حول الوورد. فبالنسبة للواجهة، هناك تشابه مع الإكسل في المجموعات التالية: Accueil, Insertion, Mise en page, Révision وافيشاج. بالنسبة للإكسل فهناك مجموعتين إضافيتين: فورمول ودوني للأيقونات، لا توجد بالوورد. بالنسبة لفورمول بها كل ما يخص العمليات الرياضية أو العمليات على المعلومات، وسأعطي أمثلة عنها في آخر الفيديو، ولكن سأقتصر على الأوامر العادية. والمجموعة دوني مجموعة من الأيقونات التي تتيح لنا التعامل مع المعلومات بالجداول، كترتيبها تناقصيا أو تزايديا، أو تجميعها حسب شيء مشترك، أو ربط المحتوى الإكسل بمحتوى خارجي إلى آخره. وأسفل الواجهة هناك صفحات يمكن إنشاء عدة جداول، ويمكن الصلة فيما بينهم عن طريق عمليات مخصصة لذلك، ويمكن إضافة صفحة جديدة عند الحاجة. في هذا الدرس سأركز على العمليات الرياضية والعمليات على المعلومات، لأنها أهم شيء في الإكسل. وإليكم مثال لنتيجة تلاميذ في قسم. هذا هو المثال كما ترون، مثال مبسط لنتيجة. إذن هناك المواد والمعامل والنقطة، والمعامل ضرب النقطة، ثم المجموع ومجموع المعاملات أو المعدل والملاحظة. إذن سأقوم بعمل مثال آخر مطابق لكي ترون كيفية عمل هذه العمليات أو هذا. إذن سأذهب إلى صفحة أخرى، مثلا بعد الضغط مرتين سأكتب مثلا تغيير اسم النتيجة 1 مثلا، وسأبدأ في الجدول، في رسم الجدول. إذن المادة المعامل النقطة المعامل ضرب النقطة. إذن في الأسفل الرياضيات، وهو كمثال فقط، الرياضيات، الفيزياء، مثلا العربية، العلوم الطبيعية، الفرنسية، العربية، والتربية الإسلامية. في الأسفل مجموع المعاملات، المجموع، المعدل، وهنا المجموع، مجموع المجاميع، الملاحظة. إذن هكذا سيكون الجدول. سأقوم بإحداث بعض التغيرات عليه، مثلا هكذا تلوين هذه الخانات، مثلا هكذا. إذن يمكن أن تغير شكل الكتابة
يعني عدة أشياء لكي تكون بارزة. إذن سأملأ الجدول. يمكنني مسح هذا السطر وتقليصه هكذا. المعاملات مثلا الرياضيات معامل 5، الفيزياء 5، العلوم الطبيعية 3، 2، الفرنسية مثلا 2، 2، 1. بالنسبة للنقط 10، 15، 12.5، 19، 9، 12. إذن سأبدأ بملء الجدول بالعمليات. في هذه الخانة سأكتب تساوي وأضغط على النقطة هنا، أكتب ضرب، أضغط على المعامل، أضغط على Entrée. سيعطينا 5 ضرب 10 تساوي 50. لكي أقوم بنفس العملية في الأسطر التي في الأسفل، فقط أقوم بجر الفأرة عندما يظهر لنا هذا الزائد، بجرها إلى الأسفل، فتعطينا 5 ضرب 15 75، وهكذا دواليك. إذا بالنسبة للمجموع أكتب تساوي ويعطينا هنا صم أي المجموع، أضغط عليه وأعمل أوكي فيعطيني مجموع المعاملات هو 18. ومجموع المجاميع بنفس الطريقة تساوي مجموع، وهنا هذه B3 B8. B3 B8 هي هذا المجال، يعني المجموع من B3 إلى B8. أقوم بالضغط على OK فيعطيني مجموع المجاميع. إذن المعدل، بالنسبة للمعدل هو هذا المجموع مقسوم على هذا المجموع. إذن تساوي وأضغط على هذه الخانة وأكتب قسمة هذه الخانة Entrée فيعطينا النتيجة. إذن النتيجة بها الفاصلة ولا الأعداد وراء الفاصلة كثيرة، يمكن الاقتصار فقط على رقمين بهذه الأيقونة هكذا، فيعطيني رقمين 12.81 في المعدل. إذن بقي لدي سأقوم بالتكبير الواجهة. إذن بهذا الزوم هكذا لكي يتضح لكم العمل. إذن هنا سأقوم بعملية تقوم على البيانات. إذن هي الشرط C. أكتب تساوي، دائما العمليات تبدأ بتساوي، وأكتب C كما ترون فهو يعرفها C. إذا كان المعدل، سأقول له إذا كان المعدل أقل من 10 ستكتب لي ضعيف. إذن إذا كانت هذه الخانة أصغر من 10 نقطة فاصلة
يعني ما هي النتيجة؟ النتيجة هي أنك ستكتب لي ضعيف هكذا. إذن نقطة فاصلة، وهنا كما ترون يعطيني في حالة ما إذا كان أكبر من 10 ماذا سأعمل؟ سأقوم بفتح شرط آخر وهو C أكتب يعني C هذه الخانة أصغر من 14 ستعطيني حسن. نقطة فاصلة، وإذا كان العكس أي أكبر من أو تساوي 14 سأكتب جيد. عفوا جيد. إذن الأقواس هنا للشرط الثاني، ويلزمني غلق قوس الشرط الأول هكذا. أضغط على Entrée فيعطيني النتيجة. إذن كما ترون 12.81 هي أصغر من 14 وأكبر من 10، إذن فهو حسن. سأقوم بتغيير النقط لكي تروا التغيير. سأقوم بتغيير نقطة الرياضيات إلى 18. كما ترون تغير المعدل وتغير المجموع وتغير النقطة ضرب المعامل. المعدل أصبح 15 والملاحظة أصبحت جيد. إذن سأقوم بتغيير بعض النقط لكي أقلص من المعدل، مثلا الرياضيات 8، مثلا الفيزياء 6، العلوم الطبيعية 9. كما ترون المعدل أصبح 9.17 وهي أقل من 10، إذن ضعيف. هذا مثال بسيط لنتيجة. وكذلك قد وظفت بعض العمليات المبسطة كالجمع، الضرب والقسمة، وكذلك وظفت بعض العمليات التي تكون على المعلومات كالشرط C. وهناك بطبيعة الحال عمليات كثيرة وكثيرة ولها وظائف كثيرة، مثلا يمكن ربط صفحة بصفحة أخرى والعمل على جمع بعض المعلومات التي لها نفس قاسم مشترك، أو يعني هناك العديد. هذا المثال فقط لمحو الأمية الرقمية، لا أقل ولا أكثر. وإن شاء الله سأتعمق في هذا المجال بالنسبة لأصحاب التخصص. وإلى هناك، دمتم في رعاية الله، وشكرا على المشاهدة.